نوطي بقى عبد الغني السيد حبيبي شويه. السلام عليكم، وحشتوني جدا جدا جدا، بقالي كتير قوي ما طلعتش، فانا بعتذر لكم والله على الغياب ده. وبما ان اللي هتكلم فيه النهارده حاجه تخص السواقه، فقلت ان انا اسجل وانا في العربيه. بصوا يا حبايبي، احنا جايبين العربيات علشان خاطر يعني ايه نخف ازمه من البتاع من والله انا عايزه اخش يمين، فاضطريت ان انا اطلع ايدي علشان خاطر الموتوسيكلات. بس احنا جايبين العربيات علشان نخف ازمه عن المواصلات، نروح اشغالنا او نروح مشاورنا يعني، والدنيا لطيفه وظريفه وكده. مش جايبينها علشان نتوتر، مش جايبينها علشان يحصل فينا اللي بيحصل، والنعمه ابدا يعني ده مش في خيالنا خالص واحنا بنجيبها. يعني معظمنا ان ما كانش كلنا جاب العربيات دي بالتقسيط، وبالتالي حرام ان احنا نتعور فيها. بس اللي بيحصل في الشوارع ده ما يرضيش حد، وخصوصا مع الستات. يعني اولا انك تبقى ماشي وتبص تلاقي اللي كابس عليك من ورا وعمال يدي كلاكس جامد جامد. ايه يا جماعه، انت فاكر ان الست هتجيلك يمين ولا هتجيلك شمال؟ خالص يا عزيزي خالص. احنا 80% مننا قلبنا خفيف، فانت هتروح مدي كلاكس جامد، هوب هي هتقف، هوب معاليك هتركب يعني الهوا. يعني انت هتلبس في العربية بتاعتها من وراء. اي نعم هي هتتعور، بس مش زي تعورتك. يعني انت هتبقى وش العربية كله رايح، وانت اللي خابط من ورا، فانت اللي غلطان. في نوع تاني من الستات على النقيض تماما، النوع ده لبط. يعني انت عايز تخش سباق معاه، ماشي يا برنس هتخش سباق معاك بس تأكد ان انت الخسران في الاخر. لان طالما هي وصلت للمرحله دي فهتبقى متمكنه جدا من السواقه، فهتلبسك في شجره، هتطلعك الرصيف الوسطاني، يعني حاجات كتير كده مش تبقى ظريفه. يعني في نوع بقى اللي هو الوسط، سابت مرحله القلب الخفيف ولسه ما وصلتش لمرحله القلب الجامد. دي اخطر نوع. دي اللي بقى بتفكر بقى يا ترى اجيله يمين يا ترى اجيله شمال، فعلى بال ما تفكر تكون انت برضو يعني ايه ركبت الشلاحات كده والدنيا باظت معاك. يعني فيا جماعه الخير والله، يعني اللي يشوف واحده ست ينفذ لها الاشارات اللي هي بتعملها. يعني ما بقاش انا عامله اشاره يمين وادخل يمين بعد 5 كيلو، يا اما اوقف كل اللي ورايا عشان عايزه اخش المكان ده، فرفقا بينا. وبعدين ما بقاش انا ماشيه في وسط الشارع وانا ست يا سيدي مش بمشي بسرعه، او فجاه ان معاليك بقى جاي من جنبي جامد بتسابق اتوبيس، بتسابق عربيه ملاكي او ميكروباص، وهوب انتوا الاتنين عاملين دبل كروس كده داخلين قدامها. ايه يا جماعه، يعني والله ما كنت اعرف ان الحياه رخيصه قوي عندكم. هي اكيد رخيصه طبعا، يعني ما دام بتتصرفوا التصرفات دي. والنبي رفقا بالقوارير، وامشوا بالراحه علشان بس توصلوا بيتكم بالسلامه، والعربيات ما تتبهدلش زي ما قلت لكم، كلنا جايبينها تقسيط يعني. فعشان ما تتعوروش. فاذا شفت واحده ست ابعد عنها. هقول لك حاجه، ابعد عنها خالص، عشان يعني انت مش هتعرف هي عايزه ايه في الاخر يعني. بس والله يعني ايه، بالراحه علينا شويه في الشوارع، ربنا يخليكم بجد يعني. وانا سعيده جدا طبعا اني بسجل لكم، ومتشكره جدا على وقتكم، وفدتكم بالف عافيه. السلام عليكم.